فكرة تجاهل الدولار الأمريكي في المعاملات الدولية انتقلت بسرعة من الدول العربية إلى مختلف بلدان العالم. فمثلا أعلنت البرازيل والأرجنتين اعتزامهما إطلاق الأعمال التحضيرية لتبني عملة موحدة وفق ما أفادت به صحيفة فاينانشال تايمز. ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤولين في البلدين القول إن الخطة التي ستناقش بقمة بوينس آيرس خلال أيام ستركز على كيف يمكن للعملة الجديدة أن تقترح البرازيل تسميتها سور أي الجنوب، أن تعزز التجارة الإقليمية وتقلل الاعتماد على الدولار الأمريكي. من جانبه قال وزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرخيو ماسا في تصريحات صحفية سيكون هناك قرار لبدء دراسة المعايير اللازمة لعملة مشتركة بما يشمل كل شيء من الأمور المالية إلى حجم الاقتصاد ودور البنكين المركزيين. بريكاس بداية التخلص من هيمنة الدولار. قادة دول بريكاس وهم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا أعلنوا نيتهم إنشاء بنك إنمائي جديد يهدف إلى تعبئة الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في دول المجموعة وغيرها من الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية، ليكون أحد أهم البدائل للتخلص من هيمنة الدولار. وفي ختام قمتهم السادسة التي عقدت في فورتاليزيا بالبرازيل، أعلنت دول المجموعة إنشاء مصرفها للتنمية الذي سيكون مقره في شنغهاي الصينية وسيبلغ رأس ماله 50 مليار يورو، إضافة إلى إنشاء الصندوق الاحتياطي بقيمة 100 مليار يورو. وسيكون الرئيس الأول لصندوق التنمية الجديد هنديا. ويقول رئيس الوزراء الهندي نارندارا مودي إن المشروع سيخدم شعوب بريكاس ويدعم شعوبا أخرى في طريق النمو أيضا، وسيتجذر المشروع ضمن تجارب دول المنطقة كاقتصادات ناشئة. كذلك فإن البنك الجديد يمكنه أن يساهم بشكل ملحوظ في تصحيح مسار الاقتصاد العالمي من خلال تسهيل الانتقال إلى أقطاب جديدة للنمو والطلب، والمساعدة في إعادة التوازن إلى المدخرات والاستثمارات العالمية، وتوجيه السيولة الفائضة إلى استخدام الإنتاجية بحسب البيانات المنشورة من قبل البنك بتاريخ 2022. من خلال كل المعطيات السابقة يتضح أن العالم لم يعد بحاجة إلى الدولار الذي كان يمثل فيما مضى أقوى سلاح أمريكي للتحكم في اقتصادات الدول والحكومات. فهل تسقط أمريكا حين تسقط عملتها؟